ومع هذا الخير ومع هذا الفضل إنه القرآن الكريم. نشكرهم على هذا النور في المسارعة وفي المسابقة في تعليم أبنائهم، وكما نشكر كذلك إدارة المركز والمدرسين في نشر الخير وفي تعليم هؤلاء الفتية وهؤلاء الأشبال القرآن الكريم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأكثر الناس خشية لله عز وجل هم العلماء، ولهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة وجيل الصحابة القرآن الكريم وكثيرا من العلوم حتى على التعليم، وجعل وفاضل. تخيل عندما في شهداء أحد النبي صلى الله عليه وسلم قدم في الصلاة وعند القبر من أكثرهم حفظا للقرآن الكريم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم ذلك؟ لكي يحثنا على حفظ كتاب الله ويحثنا على ماذا؟ على أفضلية في الدنيا وفي الآخرة. فبالعلم أيها الأحبة
كلمة الإدارة المركز الصيفي يلقيها الأستاذ حمزة بن يتفضل. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يسر إدارة الحلقات النموذجية بقرية المدرج أن ترحب بكم في هذا الحفل الختامي المبارك الذي نحتفي فيه بثمار 45 يوما من الجد والاجتهاد والعلم والتربية في رحاب كتاب الله تعالى. حرصت الحلقات النموذجية على أن تقدم برنامجا علميا وتربويا متكاملا جمع بين حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وعلوم القرآن والحديث الشريف والفقه والعقيدة والسيرة النبوية وعدد من العلوم الشرعية إلى جانب برنامج للتقوية التعليمية في اللغة الإنجليزية والرياضيات واللغة العربية ليجتمع للطالب صلاح الدنيا وصلاح الدين وقوة العلم وحسن الخلق. وإن إدارة الحلقات النموذجية تتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى معلم الدورة وكل من شارك في الإعداد والتنظيم والمتابعة، فلهم منا الدعاء والثناء ونسأل الله أن يجعل أعمالهم في موازين حسناتهم. ولا يفوتنا أن نرفع أسماء آيات الشكر والعرفان إلى الداعمين والمحسنين وأهل الخير الذي كانت مساهماتهم وما تزال سببا بعد الله تعالى في استمرار الحلقات وإقامة مثل هذه الدورات التي تحفظ الطلاب من الضياع. نسأل الله أن يبارك في أموالهم وأعمالهم وأن يخلف عليهم خيرا وأن يجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم. والسلام عليكم ورحمة الله.